النحافة. النحافة مشكلة بتواجه ناس كتير، نفسهم يزودوا وزنهم لكن للأسف مش عارفين. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال ووالدين وذوي أمراض مزمنة. في الفيديو النهاردة هنتعرف على الأسباب اللي ممكن تخلي أي شخص بياكل كتير ورغم كده وزنه ثابت، وهنوصل للحل اللي يرفع لنا الوزن بطريقة صحية وسليمة. معايا الفيديو للنهاية. نتفق إن مش كل وزن قليل يعتبر نحافة، لازم أكون بوزن مقارنة بالطول ونسبة الدهون ونسبة العضلات في الجسم، وكمان مؤشر كتلة الجسم يكون أقل من 18 ونص. عندي أسباب وراثية، في أشخاص عندهم الحرق زيادة وراثيا، يعني بيحرقوا كتير وبسرعة عن أشخاص تانية غيرهم. في مشاكل طبية زي فرط نشاط الغدة الدرقية أو مشاكل الجهاز الهضمي أو حتى القلق والتوتر بيأثروا على الشهية. ممكن يكون نظام غذائي غير متوازن، يعني بعتمد في أكلي على السكريات، على الدهون الغير صحية، فبالتالي بيبقى فيه دهون صحية وما بيزودش في الوزن والعضلات ما بتتبنيش. ممكن كمان يكون نشاط زيادة أو رياضة، كمية رياضة كبيرة لكن ما بعوضهاش بأكلات بعدها، ما بديش السعرات المساوية للرياضة أو للمجهود والحرق اللي أنا بعمله. كمان في أخطاء ممكن أعملها تزود لي برضو في النحافة، زي مثلا إن أنا بشرب مية كتير قوي قبل الأكل فبتسد لي الشهية. كمان ممكن أكون بعتمد في أكلي على السكريات والدهون الغير صحية زي ما قلت، فبالتالي بيزود الدهون الغير صحية في الجسم وما يبنيليش العضلات. ايه كمان ممكن اكون بعتمد على السناكات في اكلي زي مثلا المولتو، الشيبسي، الحاجات الساقعة بدل الوجبة الرئيسية، وده طبعا ما بيديش الجسم، ما بيوفيش الجسم بالعناصر الغذائية اللي هو عايزها، وبالتالي ما بيزودش الوزن. تابعوني في الفيديو الجاي، هنتكلم عن اول خطوة عملية ممكن نبدأ بيها عشان نزود وزننا. اقول لكم على اهم اكلات لازم تركزوا عليها في يومكم. لو عجبكم المحتوى لايك وشير لاي حد تعرفوه بيعاني من نحافة. استنوني في الفيديو الجاي.